فاهمة، بس كان لازم يعني تتقطع دلوقتي؟ بقى انتي يا مفعوصة توجعيني كل الوجع ده. تخيل كده إبرة صغيرة وجعتني كل الوجع ده. أمال المسيح إزاي استحمل وجع دق المسامير في إيديه؟ هو بس المسمار؟ ده في حاجات تانية كتير زي الألم الجسدي، وده ألم كبير. ومش بس الألم الجسدي، ده في كمان وجع تاني أكبر بكتير اسمه الألم النفسي بتاع الذل والإهانة اللي تعرض لهم المسيح. ليه ده كله؟ ليه اختار الطريقة الصعبة دي للموت والفداء؟ سامعاك وانت بتقول كان ممكن يموت بمرض مثلا ويموت في سريره بكرامته بدل البهدلة دي. تعالى بقى نحلل الاقتراح ده. لو مات بالمرض كان هيتقال انه مات لانه جسد طبيعته ضعيفة ومن السهل انه يمرض. لما يسوع مات على الصليب كان قوي جسديا وتحمل الآلام الكتير. يعني لو كان مات بالمرض كان هيبقى غصب عنه، يعني مش باختياره، لأن الموت بالمرض ده عادي وبيحصل لناس كتيرة. لكن يسوع اختار بكل إرادته وقوته إنه يموت بالطريقة الغير عادية دي. المسيح لما مات على الصليب كل الناس عرفت في البلد بتاعته وكمان البلاد التانية، لأنه مات بأمر من بيلاطس، فكل البلاد اللي تحت حكم الرومان عرفوا، وكمان الجنود اللي صلبوه حكوا لأصحابهم. ده غير إنه مشي في البلد كلها شايل صليبه والناس حواليه، ما بين ناس فرحانة فيه وناس زعلانة عليه، وكلهم شافوه. وكمان اتعلق في أعلى حتة في المدينة علشان كل الناس تشوف وتعرف. وفعلا كل دول عرفوا واتأكدوا إنه مات واتدفن. علشان كده لما قام من الموت بعد 3 أيام كل الناس دي عرفت برضه، والموضوع بالنسبة لهم كان غريب. هو في حد يموت ويتدفن وبعديها يقوم من الموت؟ لكن لو كان مات في سريره كم واحد كانوا هيحسوا ويعرفوا انه مات؟ مامته وتلاميذه وكم واحد من صحابه ويمكن كم واحد من جيرانه او الناس اللي شافاهم. طب لما يقوم من الموت بعد كده كان حد هيصدق انه مات؟ مش بعيد كانوا يقولوا انه ما ماتش اصلا وانتوا عاملين تمثيليه. لكن موته على الصليب كان فيه قوه مش ضعف، وكمان كان في العلن قدام كل الناس. حاجة تانية، الصليب كوسيلة إعدام زي ما قلنا كان خاص بالعبيد، وده رمز مهم جدا. ركز معايا فيه كده. الخطية زمان خرجت آدم من الجنة اللي هي منطقة الراحة بتاعته. الله قال له في تكوين 3:17 ملعونة الأرض بسببك، وبقى بيتعب ويشقى في الأرض عادي. كمان الخطية دلوقتي بتفصلنا عن الله وبتخلينا عبيد للشيطان. طول ما الخطية ساكنة في طبيعتنا بيفضل الشيطان يتحكم فينا بمزاجه ويحسسنا بالذل والإهانة. وبما إن كان لازم الفداء يشيل عننا الذل والإهانة دول ويخلينا أحرار مش عبيد، علشان كده لما يسوع اختار إنه يشيل بدلنا حكم الموت اختار طريقة موت العبيد، وده بيرمز للإنسان اللي تبعته في الخطية وقام من الموت عشان يخلينا أحرار في المسيح. وبالطريقة دي شال عنا اللعنة والعار، لأننا ورثنا اللعنة من آدم زي ما مكتوب في غلاطيا 3:10 لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. يسوع شال اللعنة دي عننا لما تحمل الألم على الصليب، سواء ألم نفسي أو ألم جسدي. الألم النفسي في الذل والإهانة لما الجنود بصقوا عليه، قلعوه الثياب اللي كان لابسها، عملوا قرعة على هدومه، اتصلب بين لصوص. الجنود الرومان اتريقوا عليه وعلقوا يافطة على صليبه مكتوب عليها هذا هو ملك اليهود. ومش بس الجنود لكن كمان هروب تلاميذه وأصدقائه من حواليه زي خيانة يهوذا ليه وإنكار بطرس إنه يعرفه. وكمان استحمل آلام جسدية كتير على الصليب، منها صعوبة التنفس بسبب دراعاته المشدودة على الصليب، الجلد قبل الصليب بكرباج مصنوع من جلود حيوانات، وفي نهايتها كورة مسننة من عظم حيوانات بتخليها تغرس في جسمه وبتسبب له جروح كتيرة ومؤلمة. لما شال خشبة الصليب اللي وزنها كان حوالي 90 كيلو وفضل الخشب يحتك بجسده المجروح ويزود التهابات الجروح، كمان استحمل دق المسامير في ايديه ورجليه، واستحمل تاج الشوك اللي غرزوه في راسه وفضل عليها حوالي 6 ساعات. استحمل آلام العطش، ولما طلب مية ادوله خل يشربه. تخيل كده تبقى هتموت من العطش وتيجي تشرب مية تلاقيها خل وما تعرفش تبلعها. الخلاصة يا عزيزي ان كل دي آلام المسيح استحملها عشان يرفع اللعنة دي عن الإنسان، زي ما مكتوب في غلاطيا 3:13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس
لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب، وده كان واضح جدا في الصليب وما كانش هينفع بأي طريقة تانية. طب ليه احنا كمسيحيين بنفتخر بالصليب مع انه وسيلة اعدام كان فيها ذل واهانة؟ ايه الفخر في كده يعني؟ ده بقى اللي هجاوبك عليه في الحلقة الجاية. تابعوني على نفس الصفحة اللي بتشوفوني عليها دلوقتي. سلام.